الشخرمون اللي مشهورة جدا في مطعم بهيج. بصوا عملتها في البيت بأقل التكاليف. هنجيب بقى ايه حتة زبدة كده محترمة، ونقوم ايه نزلنا عليها بسم الله شوية فلفل، فلفل الوان شغال، فلفل اخضر شغال، بس هي طبعا في الوصفة او في الصينية فلفل الوان. ماشي، نعمل النار كده شوية بسم الله. بحس ان الالوان دي في الاكل بتدي بهجة كده. ماشي، احنا هندبلها بس كده تتبيلة بسيطة ونسيح معاها حتة الزبدة دي اهو كده حبايب قلبي. بصوا بقى لونه دبل شوية اهو بسم الله. هننزل عليه بقى بالجمبري اللي احنا متبلينه بالخلطة بتاعتنا. صلوا بقى على الحبيب المختار كده، اللهم صل وسلم وبارك على يا حبيبي يا رسول الله. بصوا هنديله تقلبتين، هو مش بياخد وقت خالص. خليه على النار العالية، هو بالظبط من 3 دقايق ل5 دقايق بالكتير قوي. اول لما لونه يغير قومي على طول نبهراه بقى. احنا ممكن نبهره دلوقتي، نديله شويه كزبره، حبه كزبره كده صغيرين، على رشه ملح حلوه كده، على رشه كمون. كده هي كده كده اصلا ايه يعني التبهيره دي للفلفل. هو كده كده الجمبري متبهر. احلى صينيه بقى بقولك تشتريها من بره غاليه جدا وتعمليها في البيت تكلفتها مش غاليه خالص. يلا بينا بقى نقدمها مع بعض هي ايه والحاجات اللي احنا عملناها الحلوه دي. اهو هنا كده حبايب قلبي معايا ايه حته زبده ويعني ايه معلقه زيت كده. هبتدي بقى ان انا ايه اعمل ارص البطاطس بسم الله كده. خلوا بقى على الحبيب المختار كده عشان الصينيه ايه تطلع زي ما احنا ايه شفناها بره بالظبط. ان شاء الله باذن الله تعجبكم. متنسوش تعملوا لنا لايكات كتير عشان ايه ننزل بكل الوصفات الجديده اللي نازله. ان شاء الله قريب قوي هنعمل القشطوطه مع بعض كده، وهديها رشه كمون كده، رشه بسيطه قوي يعني اللي هي لا تذكر يعني، ورشه ملح اللي هو مبهره بس كده. نعلي النار عليها عشان ايه احنا عايزينها تستوي، عشان هو ده سويها. انا ممكن اغطيها عشان هي ايه هي كده هتستوي ايه في الزبده يعني. اهو يا حبايب قلبي هنقدمها بالظبط زي ما بيقدموها في مطعم بهيج بالظبط. صلوا على الحبيب المختار كده بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا كده هنفرط الرز كده. دي بقى البطاطس انا نسيت اوريها لكم لما خرجت من السمنه من الزبده. بصوا كده. وهنبتدي بقى الرز ايه البطاطس كده، وهننزل بقى بالايه بالفسفور الجامد اسمه بتاع عم عادل. هو في مطعم بهيج بيعملها كده بالظبط. سيدي يا سيدي على الجمال وعلى الروقان. بصوا والله مش مكلفة خالص اهي كده. بصوا لسه معايا جمبري تاني، وهننزل بقى ايه بالعملوق. بصوا البوري بقى بالزيت والليمون كده وايه اللهم بارك يعني. بصوا حاجه كده تحفه، الشكل بيتحدث عن نفسه. اهو يا حبايب قلبي ده بقى الشكل النهائي بعد ما عملنا السمك المشوي
وعملنا بالدماغ بتاعه الجمبري، عملنا شوربه جمبري حلوه قوي وجميله قوي. عملنا سلطه طماطم او السلطه البلدي، وجبنا جرجير، وعملنا سلطه طحينه. وطبعا الراعي الرسمي بقى لليوم النهارده الطبق الجامد ده او الصينيه الجامده دي. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وتفعلوا الجرس وتدوسوا على كلمه كل عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.